القصة هذه كنعتبرها باللي فيها واحد الرسالة قوية لجميع الآباء والأمهات، خصوصا الأمهات. كيف ما كاين عقوق الوالدين كاين عقوق الأبناء. فالوالدين كيتعرضوا بزاف ديال العقوق من قبل الوليدات ديالهم. حتى الوليدات راه مساكن كيعانيو نفس المشكل. راه يقدر الوالدين يكونوا كيمارسوا العقوق على اولادهم وهما ما عارفينش هذه القضيه. فلهذا غادي نخليكم تكتشفوا هذه العقوق هذا شنو غيتسبب لهاد الانسانه هذه اللي مسكينه الحياه ديالها ولا الظلمه من البدايه ديالها حتى النهايه ديالها. ما كاينش شي نهار اللي غادي تسمعوا عليها زوين. بقاو معايا حتى الاخر باش تشوفوها شنو كتقول. السلام عليكم خوتي خواتاتي، معكم رقيه، العمر ديالي 30 سنه. اليوم جيت نعاود لكم قصتي وحكايتي، جيت نبكي ونشكي لكم، جيت نعاود لكم شنو وقع ليا في هاد الدنيا. وكذلك بغيت نخلي القصه ديالي كرساله للناس اللي كيسمعوا هاد القناه. بغيت نخلي قصتي عبر جميع الناس.